السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم أعزائي المشاهدين. وذهاب المنتخب الوطني المغربي لأقل من 17 سنة إلى الجزائر للمشاركة في كأس إفريقيا للفئات الصغرى، أظن على أن تدخل الفيفا حسم الأمر. كان ربما سيسلط العقوبات على الخصمين، لا المغربي ولا الجزائري، ولكن في الأخير النوايا الحسنة ووساطة الفيفا قامت بإرسال طائرة خاصة إلى الوفد المغربي للمشاركة. وهنا لا يجب أن ندخل في ذلك النقاش البيزنطي، لو مشينا بطائرة مغربية سننتصر، لو لم نذهب ديريكت سينتصرون، لو لم نشارك ستنتصر. ولا هذه الأشياء بيزنطية لا تفيد الكرة المغربية ولا تفيد صورة الجزائر كدولة منظمة لمثل هذه البطولات. أظن يجب الترافع عن هذه الأشياء. هناك رحلة يجب القيام بها والمشاركة تأدية أداء جميل في هذه الدورة، ولما لا الفوز والبحث عن اللقب من عقر الجزائر. أما الدخول في هذا النقاش البيزنطي، طائرة مغربية لا طائرة جزائرية، لا طائرة من النمسا، لا طائرة من رومانيا، التي تدخل الكاف، التي تدخل الفيفا، هذه الأشياء ربما تقوم بأخذ كثير من الجهد والكثير من الطاقة، وهي أشياء تافهة جدا. الجزائريين نحن نعرف المدرسة التي تخرجوا منها، و إن قالوا شيء حتى وكان كان خطأ فسيذهبون في ذلك الأمر لمئة سنة أخرى وهم يعلمون أنهم مخطئين، ولكن هذه هي مدرستهم. ربما قالوا غلقنا الحدود على الطائرات المغربية، انتهى الكلام. لن تدخل بطائرة مغربية إلا إذا كانت هناك قمة عربية وضغط خليجي، أما باستثناء ذلك فللفرق المغربية ليس لها مشكل تذهب في طائرات وتذهب إلى تونس ثم العودة إلى الجزائر. ولكن المنتخب الوطني المغربي والجامعة المغربية لديها عقد شراكة مع الخطوط الجوية المغربية بأنها الناقل الرسمي لهذا المنتخب تحت ظروف قاهرة. لا يمكن المنتخب المغربي السفر بطائرة مغربية. كان ربما سيحجم عن المشاركة تدخل فيفا في الأخير وإقناع المغرب بالمشاركة والإيتان بطائرة خاصة لنقله مباشرة من المغرب إلى الجزائر. هذه الأشياء ربما تحز في النفس بين الأشقاء العرب، أن تتدخل أوروبا والأجانب أو الفيفا لرأب الصدع ما بين جارين في مباراة لكرة القدم أو في دورة للفئات الصغرى. أظن على أن هذه أشياء تافهة جدا. رأيت بعض التعليق لا من المغاربة ولا من الجزائريين، الكل مخطئ في هذا. من يقول على أن ربحناهم ودرنا وجينا وفينا السيادة، والآخر يقول لك لا وما جيتوش بالطيارة ديالكم، جيتوا بالطائرة روما. ودخلنا في ذاك النقاش البيزنطي ابتعدنا عن الرياضة وابتعدنا عن كرة القدم. أظن على أن هذه الأشياء ربما ليست في صالح الفريقين ولا جامعات الاتحادين للمغربي والجزائري مع الفيفا. ربما كانت قد تكون هناك عقوبات لا على المغرب وعلى الجزائر، دفتر تحملات واضح لمثل هذه الدورات، يجب تسهيل المأمورية على جميع المشاركين. ولكن اللقجع يقول على أنه الناقل الحصري للمنتخب الوطني المغربي هي شركة الخطوط الجوية المغربية. إن لم نذهب بطائرتنا لن نشارك. وتدخل فيفا وإقناع فوزي اللقجع وإقناع المغرب بالمشاركة في هذه الدورة وإرسال طائرة خاصة، أظن على أن هذه الأشياء تافهة من الجانبين لا المغربي والجزائري، ولن تفيد أي شيء. بكل ما هنالك أنها تأخذ الكثير من الوقت والكثير من الجهد في أشياء بيزنطية لا تفرق في شيء. أن تجرى دورة في الجزائر ولا يشارك المغرب، أو العكس صحيح، أن تجرى دورة في المغرب ولا يشارك الجزائر. أظن على أن هذه أشياء تسيء إلى البلدين وتسيء إلى الاتحادين. أظن على أن يجب تفادي مثل هذه المشاكل، والإيتان للعب مباراة كرة قدم أو الإيتان للعب دورة كروية، وحينما تنتهي الدورة ينتهي كل شيء ونتطلع للمباريات المقبلة. أما أن ندخل في نقاش بيزنطي لا يفيد لا المغرب ولا الجزائر. نتمنى التوفيق للمنتخب الوطني المغربي، نتمنى التوفيق للجزائر في تنظيم هذه الدورة. مباريات للفئات الصغرى يجب توفير الظروف وإبعاد السياسة عن الرياضة. والسلام عليكم ورحمة الله.